واش معشرة الثوار، رجعت لكم عاوتاني فيديو جديد. وقبل ما نبداو بطبيعه الحال ما تنساوش تخليو واحد لايك، تابوناو في لاشين، بطبيعه الحال تبارطاجيو الفيديو. واللي تذكير فقط، القناه الثانيه ديالي راه وصلني فيها واحد سترايك، هادشي اللي خلاني انني نغبر فيها، حيت ان شكون اللي صيفط سترايك وكيفاش وعلاش ما يتحل المشكل في يوتيوب. بطبيعه الحال غادي نخرجوا بفيديو. فمؤخرا غادي يكثر القيل والقال على البلاتفورم ديال كيك، واش فلوسها حلال ولا حرام. الشيء اللي غادي يخلي الدكتور او الفقيه مصطفى الهلالي انه يخرج ويصرح واش فلوس كيك حرام ولا حلال. فما علينا من هادشي هذا كامل، شنو نقولوا؟ نبداو. مؤخرا كيف ما قلت لكم كثرت القيل والقال على كيك واش فلوسها حرام ولا حلال، فغادي يخرج واحد السيد اللي غادي يدير واحد الريل في انستغرام، حيت انه غادي يحاول يتواصل مع الدكتور او الفقيه مصطفى الهلالي، وغادي يطرح عليه سؤال ديال واش فلوس كيك حرام ولا حلال. فخليونا نشوفوا هذا السيد هذا. رفاسة كيك واش دير؟ رفاسة كيك، اموركم هانيه، كلشي وادك. الا سمح لي الاخ الدكتور الفاضل مصطفى الهلالي، هذا الموضوع يهم الشباب المغربي، والمعلومه ديالك كتهمنا احنا كشباب، وانت الهدف ديالك هو ايصال المعلومه. اذا انا ندخل الميساجات ديالو. مؤخرا الصراحه ديال الله راه كلشي ضرو راسو، كلشي باغي يعرف واش فلوس كيك حرام ولا حلال، ودابا غادي نعرفوا شنو كاين. ندخل الميساجات ديالو غنوريك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فضيله الشيخ مصطفى الهلالي، ارجو ان تكون بخير. لدي سؤال بخصوص منصة تسمى كيك، وهي تدعم الشباب الذين يقومون ببثوث مباشرة تتعلق بالألعاب وردات الفعل وكل ما هو طبيعي. انت اخي ديالي انحرفتي على الطريق، ماشي اي حاجه طبيعيه. كاينين دراري اللي راهم كيسيبورطيو القمر تماكين وكيقمروا تما، فهمتي؟ وما ذكرتيهاش ليه. والاغلبيه اللي كاين في كيك ما كنهضروش على كمغاربه، ولكن اللي كاينين في كيك يعني الناس اللي راه حول العالم اغلبيه كيقمروا في كيك. وهادشي علاش راجع على اساس ان تويتش ولات كتباني اي واحد كيسيبورطي على القمر. فهنا فين خرجت البلاتفورم ديال كيك، حاولت انها تجذب عند الناس ولقاو هذيك اللعبه ديال انهم يقمروا فيها، ماشي بحال تويتش، يعني ما غاديش يتباناو. يعني اخي ديالي هاد النقطه هذه كاع ما ركزتي عليها، نورمال. زيد كمل. لكن المشكله ان هذه المنصه لديها داعم مباشر. داعم مباشر، هادشي اللي قلت انا. اصبر اصاحبي، اصبر، صبر، راه الحلاوه. داعم مباشر فين هي؟ انا مثلا لديها داعم مباشر يسمى ستيك، وهي شركه تختص في القمار. مزيان. وهذه الشركه تمول منصه كيك. هذه اتفق عليها، يعني سير اخويا. كاين ما اللقطه الاولى راك نسيتي شي لعيبات وما ذكرتيهمش للدكتور سي مصطفى الهلالي. تمول منصه كيك ورغم ان المنصه لا تطلب من اصحاب البثوث الترويج للقمار او لاي شيء حرام. هي راه ما كطالبكش انك تروج للقمر، ولكن الا بغيتي نتايا تروج للقمر راه هي كتعطيك كونطرا وكتعطيك كود برومو ديالك. كتلاقوه بالفعل. كيك عمرها جات كتقول لك لا بغيتي تخلص ولا بغيتي لا خصك دير ستيك، ما كتقولش. الحمد لله حنا غادي مزيان. الا ان هناك تساؤلات حول جواز الاستفاده من الدعم المالي التي تقدمه هذه المنصه للشباب. هل يجوز للشباب الاستفاده من هذه المبالغ مع العلم انهم لا يروجون للحرام؟ اوكي، انت دابا قلتي ان الدراري ما كيروجوش الحرام، ولكن كاين واحد المشكل اللي تا هو ما ذكرتيش للسي الفقيه، باللي ان البلاتفورم اغلبيه ديال الناس اللي راه فيها كلهم كيروجوا للقمار، ابار مغاربه. حنا دابا يا نقولوا المغاربه، بالرغم كاينين شي ناس مغاربه راه في ديك البلاتفورم كيروجوا للقمار، اللي من ابرزهم نحول وفودكا. وهاد الجوج هادو كيلعبوا العاب، حاجه طبيعيه غادي يكونوا كيتفرجوا فيهم الدراري، سواء فاش كيكونوا كيلعبوا سواء كيكونوا كيقمروا. زائد هادشي هذا كاينين شي ناس في ديك البلاتفورم كاع ما كيقمروا بصفه نهائيه، من غير انهم غير كيدويو وكيلعبوا، بحال مثلا احمد صابري، الياس المالكي، داناس، بوكسعه. ولكن في نفس الوقت هاد الناس هادو راه كيتجمعوا بفودكا ونحول، يعني راه البيبليك ديال هاد الناس اللي راه ما كيقمروش راه كيشوفوا واحد جوج ديال الناس
اللي راهم كيقمروا. يعني ها حنا فين عاوتاني ولينا كنتخربقوا. وهذا الشيء هذا كامل ما ذكرتيش للسي الفقيه، يعني ما قلتيش ليه بلي ان البلاتفورم فيها الاغلبيه اللي راه كيقمروا فيها، وثاني حاجه ما ذكرتيش ليه ان كاينين الدراري اللي راهم كيقمروا وفي نفس الوقت اللي ما كيقمروش وكيتجمعوا بيناتهم وكيتفرجوا فيهم الناس. زيد كمل اخي. ما كنديرش انا داكشي، ما كندير. واش ممكن نستافد؟ اذا كنت لا تقوم باشهار الحرام فلا مانع ان يعني هادشي اللي قال السيد الدكتور مصطفى الهلالي، ياك يا اخي ديالي، راه واخا قال هادشي هذا راه ما خداش واحد النظره شامله على البلاتفورم كي دايره، يعني راه داها غير على السؤال ديالك، بالرغم السؤال ديالك راه ما كاملش، راه ضرب شي قال شي بزاف ديال البلانات ما ذكرتيهمش ليه. يعني نورمال يقول لك هاد الهضره هادي باش نكونوا صراحه مع بعضياتنا. سير اخويا. هذا اللي يبقى يطرطر عليا المره الجايه ماشي عليا انا، على الدراري. ما انا راه قصه اخرى، انا عندي استوار اخرى في هادشي. يعني حتى انت فكيك سير مزيان بلان. نهار تبغي تطرطر، نهار تبغي تطرطر درتي شميوك فضيله الدكتور الشيخ فلان اجي يهضر معاه نورمال، ما قلتيش عيب، ولكن كيف ما قلت لك فضيله الدكتور الشيخ مصطفى الهلالي خصو يكون دار نظره شامله على البلاتفورم، ويكون عارف الخبايا ديالها والاسرار ديالها وكيفاش تتنشات ديك البلاتفورم. ماشي انت غير من السؤال ديالك صافي غادي يقول لك اللي كاين. واش فهمتيني شنو بغيت نوصل لك اخي ولا لا؟ يعني فضيله الدكتور الشيخ مصطفى الهلالي راه ما عرفش البلاتفورم اشنو فيها وكيفاش حتى تنشات والخبايا اللي كتخبي، قد ما هو حكم غير على السؤال ديالك. وكيف ما قلت لك السؤال ديالك راك حاولتي تدريبلي شي لعيبات، بحال مثلا قلتي لي بلي ان البلاتفورم فيها غير الالعاب والرياكشن، ما قلتيش لي القمر، ما قلتيش لي بلي انه كاينين اناس بزاف في ديك البلاتفورم كيقمروا فيها، كيتجمعوا تما كاين وكيقمروا. حيت انه كنا قلتي لي بحال هكاك كنا الجواب ديال السي الدكتور غادي ياخذ مسار اخر وغادي يقول لك حرام. هادشي علاش كنرجع وكنقول انا ما كرهتش شي شيخ يطلع مع شي ستريمر محترم ما كيخسر لا هضره لا والو، ويحاول انه يجمع ما بين واحد ستريمر اللي راه كيستريمي في كيك وما بين واحد الانسان اللي راه كاع ما كيستريمي قد ما كيدير فيديوهات في يوتيوب فقط لا غير، وكل واحد يعطيه الفكره ديالو. والمشكله اللي تخلقات على هذا الموضوع ديال كيك واش فلوسها حرام ولا حلال، وصافي من بعد غادي نشوفوا الكلام ديال الشيخ واش غادي يقول لنا حلال ولا حرام. اما بهذا السؤال هذا اللي سولتي فضيله الشيخ، اسمح لي يا خويا نقول لك ان هذاك السؤال راه ما وضحتيش ليه شي لعيبات. كنرجعوا للنقطه ديال ان ديك البلاتفورم فيها غير رياكشن والعاب، وما قلتيش ليه القمر بلي راه كاينين الناس ما كاين كيقمروا. لينا ما بقاش ندوي معاك، ما غنحاول ما نجاوبكش، فهمتي؟ ما بقاش نجاوب بنادم. ملي تبغي تحرر الحقيقه سير قلب على الناس اللي كيعرفوا، الناس اللي كيفهموا. ما قلتيش كلام ديال العيب. وشكرا اخي، بادره زوينه منك بالرجوله باش انك تسال الشيخ على هذا البلان هذا بلان، واخا السؤال ديالك راه كان ناقصو شي لعيبات، ولكن كنتمنى انا شي ستريمر يجيب لينا شي شيخ ويكون هذا ستريمر محترم ويطلع معاه بعقلي، بحكم انه بعقلي انت اللي نوضتي هاد الضجه هذه كامله حتى كثر القانون قال على كيك. يعني اخي ديالي انت بعقلي مع مثلا شي ستريمر اللي راه داخل سوق راسو ما كاين لا تخسر الهضره لا والو، بالرغم كلهم كيخسروا الهضره. تقول لي احمد الصابر راه حتى هو بعد مرات كيخسر الهضره. والله ما عارف انا زعما شي ستريمر مؤدب ومحترم والو تقول بلاش يطيح لي شي واحد في راسي والو، كلهم كيخسروا الهضره والله. المهم على العموم ما عشرتش هو الراي ديالكم كيهمني، يعني حاولوا تعطيوني الراي ديالكم في قسم التعليقات، وما بقى لي غير نقول لكم كان معكم الاشيل وراه ما كاين غير الحب.